السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا رب. فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم ما عرفتش نسميها حلوه ولا نسميها كيكه طبقات بدون فرن. المهم راه كتجي واحد الحلوه اللي غزاله. وقبل ما نبداو في هذا الفيديو كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما ينساوش يشتركوا في القناه ويخليوا لي واحد اللايك فضلا وليس امرا. المهم سمحوا لي على الصوت ديالي شويه، راه بحب ضربني البرد. الله ينجيكم والله يشافي الجميع. انا عندي واحد الكاس ديال اللوز والجوز مخلطين اولا الكركاع. نتوما الا بغيتو مثلا ديروا غير اللوز بوحدو اولا الكركاع بوحدو اولا كاوكاو، ديروا داكشي اللي كتفضلوا وداكشي اللي كيكون دائما عندنا في الموجود هكا في الدار. كندير واحد الكاس ديال التمر اللي حيدت ليه العظم. التمر انا عندي مرطب، عندي السكري ما نحتاج لا نفورو لا حتى حاجه. صافي كندير في الهشوار دوك المكسرات، اللوز والكركاع كما قلت لكم. كنحاول هكا نطحنهم، ما نطحنهمش حتى يوليو بحال الطحين وما نخليوهمش عاوتاني يكونوا دوك الطريفات ديال اللوز باينين بزاف. المهم سمحوا لي على التصوير. كانت تهرس ليا التريبي صافي، وكان ولدي جا كان مشى للرياضه وجا قال لي بغيت ماما هكا شي حاجه اللي تعطيني طاقه، شي حاجه اللي تعطيني الطاقه. قلت لي شوف ولدي كلشي كاين تما، كنت باغا ندير واحد الوصفه. قلت لي الا بغيتي تشد ليا التليفون نوض. وصوبناها هكا في الليل. الصراحه شبعنا الضحك في هذا في هذا الفيديو هذا. انا ووليداتي وبنتي ما خلتناش، ما كتخليهش باش يشد هكا التليفون على خاطره. صافي كنطحن داك اللوز والكركاع حتى يوليو بحال هذا الشكل. يكون داك اللوز والكركاع شويه الطريفات يكونوا شويه باينين، وما يكونش عاوتاني الطحين بزاف كما قلت لكم هكا في الاول. صافي كندير داك التمر. هنا راه ولدي هو كيموت على شي حاجه سميتها اللوز ومخلط مع التمر. كان باغي ياخذ هكا التمر ويغمسها في اللوز وانا ضربته بالمعلقه. صافي هو يخليها. صافي درت واحد المعلقه ديال الكاكاو ما عمرهاش بزاف، ودرت شويه ديال القرفه ودرت واحد المعلقه كبيره ديال ايلان عندي محمر. صافي كان المهم راه هاد الحلوه هذه اولا هاد الوصفه هذه ماكله ودواء كما كنقول دائما في الفيديوهات ديالي. صافي كنحاول هكا نطحن دوك المكونات كاملين حتى يتجانسوا ليا مزيان. كيجيوه بحال هكا على بحال العجينه، بحال شي عجينه ولا بحال شي باط. المهم بحال هكا، بحال الشكل ديال كرة الطاقه. المهم هنا كناخذ المول ديال الكيك ولا المول ديال الفران. كنحاول هكا نغلفو بالسلوفان باش حتى ملي ندير دوك المكونات اولا دوك الطبقات ما يلصقوش ليا، خصوصا ملي ندير هكا الشوكولاط من الفوق ما يلصقوش ليا مع المول. نتوما الا بغيتو هاد الوصفه يمكن لكم ديروهم على فرديا، كديروهم فرديا. انا بحكم الوقت ودرتها في الليل صافي درتها في هذا المول، ما درتهمش فرديين. كنحاول ديك الحشوه هكا نقدها كامله في المول. صافي ولا بانوا لي هكا شي بلايص، مثلا شي بلاصه فيها الحشوه اكثر من الجهه الاخرى، كنحاول هكا نقادها. وكنقادها بهذه المعلقه الخشبيه اللي دهنتها بشويه ديال زيت الزيتون من التحت. هذه الطبقه الثانيه عندي 6 المعالق ديال زبده الفول السوداني، وندير معها شويه ديال الملحه. راه حتى الاولى الا بغيتو ديروا معها الملحه انا غير نسيت قبيصه ديال الملحه غير كتعطيها البنه. ودرت واحد المعلقه ديال الخروب. وهنا عندي دقيق محمص. انا عندي هذا ديال القمح فايت ليا، درت معكم الطريقه كيفاش كنديروا البندق اولا الزميضه. هذا ما خديتش انا الدقيق وحمرته، لا حمرت الحبه ديال القمح. صافي درت 5 المعالق ديال الطحين.
كنحاول هكا نخلط كلشي باش دوك المكونات يتجانسوا ليا ولا يتخلطوا. هنا كندير معلقه ديال العسل، انا حليت بالعسل. يمكن لكم ديروا حتى التمر الا بغيتوا في هذا. انا بغيت غير باش نبدل شويه باش ما تكونش الطبقه الاولى بحال الطبقه الثانيه. من بعد ما درت داك العسل كنحاول نخلط دوك المقادير كاملين، المهم كتجي بحال هكا، وكنديرها على الطبقه الاولى. هاد الحلوه هذه راه فيها 3 طبقات، الطبقه الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. صافي حتى هي كنحاول كنقادها بالملعقه اللي دهنتها بشويه ديال زيت الزيتون من التحت. صافي وكنحاول كنقادها بحال الاولى. الا بانت ليا هكا شي بلاصه فيها الحشوه اكثر كنحاول نجرها البلاصه الاخرى اللي فيها قليله. هنا عندي هاد الشوكولاط هذا اللي فيه 90%، ما درت معاه لا عسل لا حتى حاجه، درته بوحدو. حيت الطبقه الاولى والطبقه الثانيه راه حلوين. الاولى راه فيها التمر والثانيه فيها العسل. صافي سخنتها في حمام مائي اولا حمام مريم، وكنحاول هكا نديرها هكا فوق الطبقه الثانيه. المهم الطبقه الثانيه هذه راه الطبقه الثالثه، الشوكولاته هي الطبقه الثالثه. وصافي كنخليها حتى كتبرد تماما. من بعد ما بردات خديت هكا الشوكولاط عاوتاني، الشوكولاط هكاك داك الشوكولاط اللي درت نيت في الحلوه، خليت منه شويه ودرت هكا هاد الخطوط هادو. نتوما الفوق كديروا اللي بغيتو، يمكن لكم حتى ترشوها الا بغيتو بالمكسرات، ولا الا بغيتو مثلا بالنسبه للناس اللي كياكلوا هكا داك الشوكولاط الابيض يديروا خطوط بالشوكولاط الابيض. انا درت هاد الشوكولاط هذا فيه كما شفتوا هكا 99% كاكاو، راه مور بزاف، ولكن راه ما كتحسوش به بلي فيه 99% كاكاو. كما قلت لكم الطبقتين الاولى راه حلوين بزاف. صافي كتجي على هذا الشكل. الاولى كيبانوا دوك الطريفات ديال اللوز والكركاع، الثانيه ديال الفول السوداني، والثالثه ديال الشوكولاط. هذه هي الحلوه ديالنا. كنتمنى تعجبكم، ونتمنى هكا تجربوها في ديوركم وتعجبكم ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنسوناش من الدعاء. احبكم في الله.